في لحظة بعد ما بتمر بموقف مش مصدق ان هو حصل معاك، لحظة صدمة بتجمدك في مكانك، لحظة بتحس فيها ان انت ما تستاهلش كل اللي بيحصل معاك. وبعد الموقف ده في حاجة بتتغير جواك، وفجأة بتلاقي نفسك ما بقتش بتتعامل زي الأول، ما بقتش بتحس زي الأول، وما بقتش بتسامع زي الأول. مش لأنك نسيت، ولكن الموقف دوت حررك من نسختك القديمة، واللي مسك مكانها نسخة اتعلمت ان هي ما تسيبش نفسها للوجع من تاني. اللي حصل ده اسمه نقطة الانفصال، اللحظة اللي الإنسان بيبقى فيها شخص تاني. لحظة الانفصال في علم النفس بيسموها identity shift، يعني تحول الهوية. وإمتى بتحصل؟ لما شخص بيمر بموقف مش شرط يبقى كبير، بس الموقف ده بيوريه الحقيقة. ففي الموقف ده بيشوف تهديد، فقد، إنك هنت، كلمة كسرتك، أو موقف حسسك إنك وحيد، أو موقف اتظلمت فيه قوي، أو لحظة اتصدمت فيها من شخص بتحبه قوي، أو يمكن لحظة اتصدمت فيها من نفسك. بعد الموقف دوت المخ بيشوف ان النسخة القديمة من شخصيتك ما بقتش نافعة، فيلا احمي نفسك وغير طريقتك، وبيحصل الانفصال. تخيل بنت طول عمرها طيبة، بتسامح، بتبرر، بتدي فرص، بتتوجع وبتسكت، لحد ما حصل موقف صعب قوي من شخص بتثق فيه ثقة عمياء، قال لها كلمة بينت قد ايه ان هي مش فارقة. كلمة واحدة بس، كلمة واحدة كسرت آخر أمل أو صبر كان جواها. في المواقف الصادمة الدماغ بيعمل ريوايرنج، يعني إعادة توصيل، يعني بيعيد ترتيب الأسلاك جواه، يعني بيشيل السلك ده من هنا وبيحطه هنا بطريقة تناسب الصدمة اللي حصلت معاك. وسبحان الله احنا دايما بنفتكر اننا لما بنتأذي او بنغير من طريقتنا في التعامل ده مجرد تصرف عادي، لكن الحقيقة ان ربنا خلقنا بجهاز عصبي حساس، وفي مناطق في المخ بتتغير وظيفتها من الوجع والصدمة اللي انت مريت بيها. فاوعى تفتكر ان تغيير وظائف المخ ده شيء بسيط، ده الحقيقة ان انت بتتغير بيولوجيا مش بس نفسيا. في 3 مناطق في المخ بيلعبوا الدور الاساسي بعد ما بتحصل الصدمه. اول منطقه اللوزه الدماغيه اللي هي الاميجدلا، هي اللي بتسجل الخطر، ولو الخطر كبير بتغير من طريقه الاحساس، ففجاه بتلاقي نفسك اقل اندماج، اقل ثقه، اقل خوف، اقل احساس، او اكثر عصبيه او جمود. ودي بتبقى على حسب الطريقه اللي دماغك بيختار ان هو يحميك بيها. تاني منطقه البري فونتال كورتكس، هي اللي بتفكر وبتعقل وتحلل في لحظه الصدمه، وبتعمل حاجه اسمها كوجنيتيف شيفت، يعني انا مش هتعامل زي الاول، انا محتاج اغير من طريقتي في التعامل. تالت منطقة وهو الحصين الهيبوكامبس، ده جزء الذاكرة اللي بيسجل اللحظة الصادمة كنقطة فاصلة، اللي بعدها لو حصل اي موقف شبيه اللحظة اللي صدمت فيها بيشغل الانذار فورا، حتى لو الموقف بسيط جدا، لانه بيخليك ما تتصرفش بنفس الطريقة اللي كنت بتتصرف بيها. وعشان نفهم الموضوع اكبر خلينا اقولك احصائيات بالارقام هتتصدم منها. 38% من الناس حسب جامعة ستانفورد مروا بايدنتيتي شيفت بعد الصدمة، و42% من الناس على حسب ABA بعد موقف معين صادم الشخص بيتحول لشخص تاني، و70% من حالات تحول الهوية بتحصل بعد موقف واحد مش من سلسلة من المواقف. الموضوع شائع بس محدش بيتكلم فيه. الجانب الآخر من الحالة أوقات التغيير اللي بيحصل في شخصيتك مش بيحصل بسبب وجع، أوقات التغيير بيحصل بسبب وعي، وطالما ذكرت كلمة وعي لازم يجي معاها تغيير، شئت أم أبيت التغيير لازم يحصل. الوعي بيجي لما توصل للقاع، لما توصل للنقطة اللي مفيش بعدها احتمالات، النقطة اللي الوجع بيبقى فيها أكبر من قدرتك على التحمل، وأكبر من أي تبرير، وأكبر من أي حب، وأكبر من أي خوف. الوعي بيجي لما كل جزء فيك، العقل، القلب، الذكريات، الطفل الداخلي، لما كل حاجة فيك تقرر إنها مش هتتنازل من تاني، لما الوجع يبقى كبير لدرجة يبقى هو نفسه الدافع إنك تنقذ نفسك. الوعي بيجي لما تختار نفسك لأول مرة، لما تدرك إنك أنت عمرك ما اخترت نفسك قبل كده. الوعي بيخليك تشوف إن العلاقة دي مؤذية، إن الشخص ده بيستغلك، وإن البيت ده قتل جزء فيك، وإن الشخص ده كنت طيب معاه زيادة عن اللزوم وهو كان بيحقد عليك، وإنك رضيت أقل من انت كنت تستحق. ايه هي علامات حدوث الوعي؟ أول علامة قطع العلاقات بسرعة، وده مش هروب، وده لأنك لأول مرة تشوف الحقيقة من غير فلتر. تاني حاجة الهدوء الغريب، ده مش هروب ولكن جهازك العصبي بيحاول يعيد اتزانه. تالت حاجة المشاعر المنعدمة، ده مش جفاف، ده شت داون مؤقت، لأن مخك بيحاول يريح الجزء اللي في دماغك اللي دايما كان مجهد.
تالت حاجة رفض لأي ضغط، وده لأنك في مرحلة إعادة بناء لشخصيتك، ودي بتبقى مرحلة مجهدة جدا. آخر حاجة تغيير معاييرك، وده لأنك ما بقيتش بتدخل أي حد حياتك وبترفض أي كلمة تضايقك، ودوت مش غرور، ده تطور. ربنا ما خلقش الإنسان عشان يفضل بنسخة واحدة. ربنا قال في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دايما فيك نفخة الروح اللي بتدلك على الطريق، وفيك عقل بيغير اتجاهه، وفيك قلب بينسحب لما بتكسر. الحقيقة ان انت بتتغير علشان تلاقي نفسك.